مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زاكور في حكايات أمثالنا الشعبية مع كارفور. يقول المثل التونسي: لو كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى. المثل هذا عنده حكايته. يحكيه في قديم الزمان على 4 طلاب علم جاوا من الآفاق باش يقراوا في جامعة الزيتونة. وجرات العادة أن الطلبة اللي يجيوا من قايع بعيدة يسكنوا في المدارس، كما المدرسة السليمانية والباشية والمنتصرية وغيرهم. وطلبة العلم بعد ما يكملوا الدروس متاعهم يروحوا للمدرسة ياكلوا الكتب من عند ربي ويعديوا الليالي الطوال يقرأوا في الكتب ويحفظوا في المتون ويحقوا في أقوال العلماء والحكماء، وكما قال الشاعر: ومن طلب العلا سهر الليالي. لكن هالأربعة اللي حكينا عليهم الله غالب عليهم، لا قلم لا دواية لا معملين على قراية. طلعوا عقوبة ربي يعديوا الليلة كاملة وهما ساهرين وما يروحوا كان في الفجاري. وتعدى عام كامل شيخات ونيخات، وكما قال المثل في المالوف: الخلاعة تعجبني لأنني وليع، والملام لا ينفع في من لا يطيع. وليلة الامتحان سهروا في ربوخ للفجاري، وعقاب السهرية رقدوا وما قاموا كان بعد نصف النهار. وهي كلمة ويقولوها: فاتتك ليلة الدخول يا مهبول. ايش باش يعملوا؟ قالوا ما يفيدنا فيها كان الكذب. بلحتوا رواحهم بالتراب والطبع وخرجوا حاشاكم كيف قطات سرمات، ومشاو يتجاراو ويتباكاو لشيخ المدرسة. قالوا له: يا سيدي البارح احنا مروحين من صلاة الصبح وهجموا علينا 4 كلاب حاشاكم أعثم 800 شعرة ولا كلاونا ماكلة، أهربنا للأخلاق وهنا جينا توا. وتعملش مزية تلقانا حل وتعاودلنا الامتحان، خلي نروحوا لأهلنا غانمين ناجحين. شيخ المدرسة ذكي وفهيم ويعرف اللي هال4 عياق والله غالب عليهم. قال لهم: نعاود لكم لكن بشرط. قالوا له: يا سيدي اقبلنا الشرط متاعك. قال لهم: تجاوبوني على سؤال واحد. حط كل واحد منهم في بيت من بيوت المدرسة وقالوا: اكتب لي اشنو لون كل كلب من الكلاب ال4. فبهت الذي كفر، لا جواب يشبه الخوه. علاش؟ على خاطرهم يكذبوا، وحبل الكذبة قصير. دنكسوا روسهم وندموا. وقتها قال لهم شيخ المدرسة: يا ولادي، لو كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى. وانتم قولوا لي قداش عددهم هالطلاب هذوما؟ 4 وإلا 5؟ هيا طلعوا تربحوا 500 دينار مع كارفور وتعملوا أفار.